هو في حد لسه في 2020 ما بيعرفش يكتب كود؟ ومين اصلا المناسب اللي يعرف يتعلم كتابة الكود؟ مبدئيا كده، هو ليه البرمجة مهمة أصلا عشان أروح أتعلمها؟ زي ما أنت شايف كده بقت في حاجات كتيرة اوتوميتد، فممكن مكانك يتاخد. ليه لأ؟ مين عارف؟ فالحق أمن نفسك وتعلم برمجة وخليك في السيف سايد. طيب مين يقدر يكتب كود؟ خليني أقولك إن أي حد يقدر يكتب كود، ومش لازم يكون عندك خلفية، ولا مهم سنك، ولا تكون بنت ولا ولد. المهم يكون عندك عزيمة وإصرار. طيب إيه المطلوب مني عشان نبدأ؟ كل اللي مطلوب منك يكون معاك لابتوب بسيط، مش لازم يكون خارق، وإنترنت، وجهز مخك عشان ده أهم حاجة، وتبدأ رحلتك الممتعة. طب إيه اللغة اللي مفروض أبتدي بيها؟ في لغات كتير زي C++، جافا، وبايثون، وغيرهم كتير. كل اللي عليك بس ان انت تختار واحدة وتبدأ تتعلم بيها. الموضوع سهل يعني. طيب لو انا مش خريج كمبيوتر ساينس، هعرف اشتغل؟ مجالات البرمجة عموما الشهادة مش مقياس فيها، ولكن المقياس هو انت بتعرف تعمل ايه وايه السكيلز اللي عندك. وعندنا امثله كتير لناس عملت كارير شيفت ونجحت في مجالها الجديد. طب ما تيجي نتكلم عن الفلوس شويه كده بقى، احنا جينا للجد. طبعا اي حد بره المجال بيفكر يعمل كارير شيفت عشان شايف الطلب الزياده في سوق العمل عامل ازاي، والمرتبات بقت عامله ازاي. مجال البرمجه بتكون المرتبات عاليه فيه نسبيا مقارنه باي مجال تاني، ومطلوب في العالم كله، يعني تقدر تسافر لو انت حابب. طيب انت دلوقتي بتقول لنفسك انا اتشجعت بس خايف تتعلم البرمجة مع انها هي الحاضر والمستقبل. طب اقنعني ازاي؟ هتقولي اكيد ان انت خايف لو سبت الشغل مش هتلاقي شغل. طب مين قالك ان انت تسيبه؟ انت تقدر تشتغل فريلانسر جنب شغلك لحد ما تلاقي الفرصة اللي تناسبك وتقدر تاخد القرار. طب اكيد بتسأل انت هتتعلم في وقت قد ايه؟ ده هيعتمد على الوقت اللي هتخصصه للتعلم ومدى حبك للمجال ده. اكيد دلوقتي انت بتسأل نفسك ابتدي ازاي. احنا هنا في كوتش اكاديمي عارفين الكلام ده كله، واكيد مش هنسيبك لوحدك. تقدر تتواصل معانا واحنا هنقولك ازاي تحط رجلك على بداية الطريق الصحيح. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. لو في اي حاجة حابين ان احنا نتكلم فيها ممكن تكتبوها لنا تحت في الكومنت. وبس كده، سلام.